اهلا وسهلا بكم. ترحب بكم من قلبي، اقسم بالله من قلبي. انا ما يصحبني شيء غادي يكون هذا الدعم ديالكم حتى لهذا الحد هذا. الصراحه فاجاتوني والله العظيم. الدعم ديالكم كان كبير 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 اللي وصلنا لهذا الشيء اللي وصلنا ليه دابا، وهذه نسبه المشاهده اللي وصلنا لها دابا ما كنتش نصحبني غتكون حتى لهذا الحد، ولكن كل شيء هذا الشيء بالفضل ديالكم. الله يطول عمركم. وهذا الشيء راه تيشجعني وتزيد بيا للقدام، تيشجعني وتيخليني هاني مع راسي وحق الله العظيم، وتشجعني تيقول لي لا زيد حلقات، تيقول لي مخي تقول زيد حلقات زيد. اعطيناك الدعم، اعطينا الحلقات. هاد الناس تيعطوني الدعم نعطيهم حلقات، هاد الناس تيعطوني الدعم اذا انا عجبهم. الى عجبهم زيد اخويا، العب اكثر، خدم اكثر، ضرب تماره اكثر. والحمد لله دابا ما عنديش تماره، ما بقاش عندي التماره اللي كانت. مرتاح الحمد لله، اللهم لك الحمد. دابا مرتاح والناس تشكروني، تشكروني مثلا الكتابه ديالهم في التليفون في هذا كلشي عجبهم الحال. الامنيين كبار تشكروني، الناس خدموا معايا تشكروني، صحابي تيعيطوا عليا، الناس تيعيطوا لي من فاس، من كناس، من حسيمه، من ناظور، من الخارج، تيتصلوا بيا تيقول لي كلمه واحده تيشجعوني. الناس اللي ما تنجاوبهمش في الواتساب، كاين بعض الناس يكتبوا في الواتساب ما تنجاوبهمش، تيصوني وليك الساعه تنكون داك عارفون راكم نقول له الله يحسن العوان، يكتبوا لي يكتبوا في الواتساب. راه ملي تندخل للدار في الليل تبقى نتصنت هذا باش تنبقى نجاوبكم، غيكون لي اسهل، تكون عندي اسهل اللي كتبته تكون اسهل. انا خدام تنجري وتنشوف مع الاتصالات وداك الشيء. بعض الناس كما قلت لكم تيكون عنده بعض المشاكل تيعاودوهم ليا مشاكل، ودوك المشاكل ديالهم ما عندي، تكون عندي حلول ديالها، ولكن باش يقولها لي وانا في الزنقه وانا في الطريق وفي النهار في النهار في 11 تيكون شويه الشغالات. انا مسؤول على عائله ومسؤول على شويه الشغالات ديالي، غادي ندير واحد الهاتف خاص، غنصاوبو خاص باش نبقى في الليل نجاوبهم. نعطيكم الرقم ديالو ونبقى نجاوبهم في الليل، نديروا مثلا من 8 ل 10 ولا كذا، ونبقى نجاوب على الاسئله ديالهم، نجاوب عليهم. وراه درت مع الاخوان ديال الاتصالات غيعطوني بعد، غيساهموا في هذه القضيه هذه من الناحيه التقنيه، وغادي ان شاء الله نبقاو نتحدثوا في التليفون في الليل. اللي عيط راه غادي نجاوبوه، واللي قدرت نجاوبوه، اللي ما قدرتش راكم عارفين انتم شنو كاين. وشكرا جزيلا على الدعم ديالكم، تنشكركم على الدعم ديالكم، تنشكركم لانه اكبر نسبه ديال المشاهده عندي اليوم هي عندي انا. يمكن هنا باش تعرفوا كما تنقول لاشين ديال القناه ديالي، شوفوا نسبه المشاهده فكا راه هي اللي عاليه دابا، باش كاع ما تدخلوا في دوك اللي دخلوا عندنا تيزوروا لنا الحلقات، تيسرقوا لنا الحلقات وكذا، ما عندهم كيديروا في دكه باش يديروها بحال عندنا دابا. قول غدا ان شاء الله تقد تصبح 500 كا ولا 600 كا، راه ما يقدوش عليها هما، ما يقدوا شيء، ما تبقاش تشوف فيهم تماما. دوزوا لهاد الجهه لانه عرفوا بان مزوره، ماشي ما تشوفوش القنوات، لا عندهم شي برامج ديالهم شوفوا فيهم، الله يعاونكم. غير عرفتوا السرقه ديالي ما تشوفوش فيهم، انها ماشي ديالي، لان هذيك اللي غياخذوها فلوس الحرام، فلوس ديال الحرام ماشي ديال الحلال. فلوس الحلال ديالو واحد يجيب واحد البرنامج ويضرب عليه تماره ويصاوبوا ويكادوا ويعطيه للمواطن المغربي، باش المواطن المغربي حتى هو يرضي عليه ويدير ليه ابوني، ويتساهل داكشي اللي غياكلو وداكشي اللي غيديه، داك الرزيق يتساهل يكون حلال. اما لكن غادي نركبوا على القنوات ديال الناس ونديو لهم، او نبقاو نقولوا شي هضره خايبه فيهم ونديروا منها فيديو، او نسبوهم او نمشوا فيهم نديروا منها فيديو حشومه وعار، وداكشي راه حرام، والله تا حرام. وربي راه شاهد عليا انا وشاهد على دوك الناس اش تيديروا. الجريمه ديال اليوم، الحلقه ديال اليوم تتعلق بالدراء. وهي الجوجه الثانيه راكم عارفينها. واحد السيد هو سبيبي، انا مثلا واخا شي حاجه تكون عارفينها الناس يقول اش غادي تشرحها، غادي نشرحها لكم. السبيبي بعض الناس ما عارفينها شيء، نشرحها لبعض الناس ما عارفينها شيء. السبيبي هو اللي السبيبيه تيبيعوا ويشريوا في المواشي، تيبيعوا ويشريوا في البهايم، تكونوا في السواق، تمشيو للسواق تشري البهيمه وتعاود فيها البيع، يشري هذه البهيمه يعاود فيها البيع، يشري بقره ولا حوليه ولا الغنم ولا يعاود بها البيع. واحد السيد سبيبي عنده واحد بيكوب ديالو، بيكوب ديالها الغنم، تيسبيبي في الغنم. الاغلبيه ديال البيع والشراء ديالو الغنم، تيشري البقر بعض المرات، تيشري هذه ولكن الغنم. هذه القضيه وقعت في الرباط في دوار الحاجه، والناس ديال دوار الحاجه غيتفكروها وراهم تيعرفوها. المكان والزمان فضيهم داك
اخترعها قالها كذا كذا كذا. المكان دوار الحاجه. والسيد اللي وقف على هاد لافير اللي طلع هاد لافير الله يرحمه سي إدريس التباع. وكان ديك الساعه هاد العميد سي إدريس التباع كان عميد، كان الشاف ديال لاباغ لا بريغاد انتي غانغ، فرقه محاربه العصابات الله يرحمه. وهذا السيد هذا كما قلت لكم واحد النهار عليه كان بالنسبه لا بي جي في المغرب كان توب. هو مثلا هو لا درنا لعاب ديال الكره غنسميوه ميسي ولا مارادونا ولا شي حاجه، كان هو التوب. كنا تنهضروا عليه وحنا ما خدامينش معاه، وهضرنا عليه وحنا خدامين معاه، وهضرنا عليه وحنا ننتقل لمدن اخرى وجبدناه في دوك لي زافير كبار اللي طلع. ان شاء الله غادي نجبد لي زافير ديالو كبار اللي طلع ونخدم فيهم. كان واحد الراجل قوي وكان راجل ذكي الله يرحمه، وراه خلى وليداتو انا معاهم علاقه طيبه الحمد لله. كان هو الشاف ديال لاباغ محاربه العصابات، هو اللي خدم هاد لافير هادي، واخا ماشي هو اللي عاودها ليا، ماشي هو اللي عاودها ليا، كاين الناس حسب المساطير اللي كانوا معاه عاودوها ليا. انا غير ذكرناه واذكروا امواتكم بالخير وذكرتوا بالخير. هاد السيد هذا هاد الكساب هذا عنده بيكوب ديالو وتيمشي تيخدم في السواق تيشري البهايم وتيبيعهم. اغلبيه كانت بيكوب تتس عنده غير الغنم. واحد السيد تيعاود قال لك بعض المرات كان تيجيب شي بقره ولا شي عجل ولا شي حاجه بعض المرات، ولكن هو كان الغنم هو حريفه في الغنم. تزوج واحد المراه وبقات معها واحد سنوات ومع صبرها، ولكن مسكينه ما ولداتش. دارت جميع الوسائل باش تولد وما ولداتش. ولما انتقلت انا للدوار الحاجه ودرت واحد بيطون كيدفع لي المكان، قالت لي واحد السيده قالت لي مسكينه تنعرفها الله يرحمها وكثر الله يرحمها، وكانت صاحبتي وهاد السيده عندها حانوت ديال الطبقات، وقالت لي مسكينه ما خلات العشوب اللي ما دارت باش تولد ما ولداتش. العشوب العيالات تيهربوا للعشوب ما تيولدوا شيء، تيهربوا دوك المساخن تيهربوا لكذا، المساكن اللي هما بسطاء بحالنا. الاخرين داك اللي عندهم فلوس تيمشيو عند اطباء اللي هما دي جينيكولوج كبار اللي عندهم اطباء ديال النساء وتيشوفوا الحلول. ولات حلول كثيره الحمد لله، وحلول كثيره. العقم تقريبا لقاو ليه الحل ديالو. العقم ما بقاش، العقم تقريبا ما بقاش الا في حالات نادره. وكانت تدير العشوب. هنا غندير واحد الخرجه، واحد خينا تنهضر معاه مسؤول طبيب ومسؤول في واحد الاداره. قال لي بلا ما تجبدني السي خرز، هضرت معاه جينيكولوج قال لي في دوك الدراري المتخلي عنهم كاين دراري اللي عندهم اعاقات اللي هو متخلي عندهم، ودوك الدراري المتخلي عنهم مساكن الناس تيجيو يربيو دوك الدراري اللي كاملين ما خاصهم والو، ودوك الدراري المتخلي عندهم معراج كذا تيخليهم تما. والله اللي تيبقى عندهم تيبقاو عايشين تما من تما نقطه الحليب تيكبروا يدخل الخيريه وتيبقى يقريو هذا وهذا وهذا. تبقى الامان عنده في القرايه، تيقريو تيولي عنده الامل في القرايه في الخيريه وكذا. تيقرا شحال واحد عطاه نتيجه كبيره، ما تيقدش يمشي زحاف عوج كذا، وفي القرايه هي الملاذ الاخر تيبقى عندهم. قال لي راه الناس ما عارفينش واحد القضيه، كاين شي مراه ما تتولدش وتتقدي العشوب، تدي العشوب وماشي العشوب اللي تيولدوها، ولكن قدرته قادر الله سبحانه وتعالى تتحمل تتولد. كاين المراه اللي غير نفسانيا ما تتحملش، نفسانيا تتزوج ومع نفسها ما تتساعداش باش تولد نفسها، وتتكون كريسبي وشاده راسها وما شنو وقع عليها وما تتولدش. ولكن مع المده مع الزواج تتولد، واحد النهار دوز عامين 3 سنين تتولد عاديه، كاين حتى شي مشكل. كاين المراه اللي باش تحيد طيح بنادم باش تجهد راسها ما بغاش تولد، تتقدي العشوب اليوم غدا وخاك تتولد. وهذوك العشوب تاثروا على الدراري في هذه الحالات كاملين، تاثروا على الدراري في العشوب، تيخرج الدراري في شي نقص من هذه الجهه ولا من هذه الجهه ولا هذه ولا هذه، ما تينوضش ما تيتكلمش عوج كذا طاطا، لانه ديك المشاكل تيدوك العيالات هذه زياده على بعض الامراض اللي تيكونوا امراض تيكونوا تناسليه، تكون داك الشيء تعطيو الدراري ناقصين زياده عليهم العشوب تا هما. قال لي ودي العشوب تا هما تيديروا مشاكل. العشوب تتاكل المراه باش تحيد بنادم باش تطيح بنادم وما تنجحش العمليه، العشوب تاثر على داك الدري تخرج فيه شي عاله من العلال. هذه غير جبدناها. العشوب راه كل فيه واحد المشاكل كبيره المشاكل. التجنب ديالهم احسن، اليوم الحمد لله كاين الطب الحديث وكاين كل شيء. واحد الطب خلينا من هذه ان هذا المصير ديال الجنين غيخرج، شوف على الله كيفاش يخرج. من قال لي دوك الاجنه تاثر عليهم العشوب في الصحه ديالهم، تيخرجوا مرض نفسانيه مرض عضويه. قلت الله يكتب السلامه، قلت غنقول هذه الهضره وقلتها. وداك السيد هو اللي طبيب، هو اللي عارف بزاف، وقال لي هذا الشيء وقال لي بواحد الطريقه اللي تاكدت منه انه تيهضر معقول، وتاكدت منه بانه تيعرف
وتعرف في الطب لانه جينيكولوج كبير ومعروف في البلاد وهذا ومدينه الرباط، بلا ما نذكر سميتو قال لي ما تذكر سميتي. نجبدوا الحديث اخر نكملوا الحديث ديالنا. هذيك المراه خدات العشوب ودات ما ولدات شيء. هنا قال لها السبيبي ايوا واش انا غنبقى بلا ولاد؟ تمرا بلا ولاد، واش انا يتبنوا الظن ديال الفجر كل نهار نايض الفجر؟ لان السبيبيه الله يحسن العوان كيشوف البهيم تنوضوا بكري. كان حدانا واحد السيد سبيبي يتناقل عليه، وكان عنده كاميو الله يرحمه سميتو با المراكشي، كان عنده كاميو وكان تيشري هاد البهايم وهذا الشيء، وداك الكاميو ديالو مع كانت الوقت صامت داك الشيء الوقت بكري ديالنا كان شويه ماشي بحال دابا الهرج، كان شويه ساكته كنت باقي تنقرا. الصباح كان الوالد تينوض عليه الفجر باش يصلي الفجر، كان تينوض واحد الكاميو عنده بكري داك الرون تينوض مع الفجر، تينوض الكاميو ويدخل يصلي الفجر وباش الكاميو يسخن داك الشيء تصلي الفجر وتيمشي. كان الوالد بعض المرات تقول الوالد سمعتي المدن تيقول يا ودي ربي المراكشي تيفيقنا بداك الكاميو الصباح تنوض المراكشي تيديماري مع الفجر، ديما مع الفجر، انهم تينوضوا مساكن مع الفجر لان السوق تيكون بكري ديال البهايم، لان السوق تيمشيو للكزاره تما كاين تيذبح في السوق الكزاره ديال اللحم وداك الشيء، خصو يمشي بكري، تيمشيو مع ديك 4 الصباح 5 الصباح باش يلاه يشريو البهيمه يلاه يدخلوا للكورنا يلاه يذبحوها باش بعد 8 و 9 تكون محطوطه للبيع. وكان تيفيق بكري داك الراجل بكري وقال لمرتو انا عيد بك نفيق بكري الفجر ولا مضربها التماره، علاه مضربها ونضرب التماره على ولاد، انا ما عندي ولاد. المراه صبرت تعيط وقالت لي ودير اللي بغيتي. مشى هو يتزوج واحد البنت صغيره زوينه، ما تزوجش وحده كانت تقول ليه مراته من عائلتها كانت تجبد عندها ما بغاهاش، كانت تهضر عليه على واحد المراه غيتزوج بها قالت لها تروح من عائلتي، قال لها لا انا غنجيبها لراسي. هذا الشيء وقع فيه نقاش من عائلته، جيبها جابت شي وحده معايا تحت تما في الدار، قالت لها هي معنا عنده الدار فوق والتحت وداك الشيء، قال لها لا ما بغيتهاش تمشي عليا، قالت لي جيب اللي بغيتي، هو يجيب واحد المراه هي ديرها دارت شوكتها صافي زوينه عليها صغيره عليها، والحاج تيبغيها بيان سور غيبغيها، المراه الثانيه غيبغيها وبغاها وتزوج بها وجابها للدار. هذيك ساكنه في الفوقي هذيك ساكنه لتحتي، عندهم هانيات تيكونوا كاملين، ولكن المراه القديمه ما بغاش تسرط ليها، هذيك القضيه ما بغاش تسرط ليها، تجبد مناوشات هي وديك السيده تتبغي تشريها لها مع الحاج، بعض المرات راه دارت وفعلت، الحاج ما تيفرقش بيناتهم بهذا، تعرف ديك المراه واعي بان ديك المراه غير ما عجبتهاش البنت بغات تدور فيها، ولا تيدور في خرا بزاف ديك المراه قديمه، سكتينا بعدي منها، فرق لهم الماكله ديالهم، كل ما كنتك بوحدك كل ما كنتي بوحدك. غلطه دارها كبيره ما تسكنهم بجوج. اما خويا الا بغيتي دير التعدد كما قلت واحد النهار مزيان التعدد براسك، اللي بغى يدير التعدد الله يعاونو، انا ما قاضي ما يعدول ما فقيه، اللي بغى يدير التعدد يديروا التعدد، ولكن دير التعدد في كل شيء، التعدد في المراه وفي الدار، التعدد ديال المراه وديال الدار، سكن هذه هنا وهذه هنا، انت الا مشيتي عند هذه ما تسيق خبار، مشيت عند هذه ما تسيق خبار، ولا تسيق خبار تعرف كليب بعدا الدور من بعدين، اما باش ديروا بجوج عيالات في دار وحده، هذا بيت عند هذه بيت عند هذه بيت عند هذه بيت عند هذه، وما كاينش العدل هنا. بعض المرات يبات عند هذه القديمه كاين والو، بعض المرات يبات عند الصغيره الجمرات اكثر منها، بعض المرات يخرج هذه ما يخرج هذه، بعض المرات تطل الاخرى من الفوق الدار تشوف مدخل واحد الميكا ما عرفت جاب ليها، تتسولها جبتي يقول لها شغلك انت مالك شغلك، تاكل بوحدها وقعت واحد العداوه كبيره. ديك المراه دنيا عندها هاني ديك الصغيره راه الحاج تيبغيها تزوج بها وهذا، وباش كملتها وجملتها الصغيره هي تحمل حملات. اولي تنطيبتي راسي درت واحد ماكينه القهوه بلا ما تبقى تفهم عليا جيبك اتاي درتك هادي راسي اتاي راسي هذه لويزه هذه باش تبقى مهبط الاعصاب، ماكينه القهوه جبتها باقي ما خدمتهاش راسي صافي، خلينا لها الصاله ديالها وخلينا لها فوتي الحمر ديالها وخلينا لها كل شيء، حنا دابا هانين صلاه على النبي تنعرف رجل الله. سيدي سمحوا لي هاد الخرجات انا مولفهم معكم كما قلنا كما كنا ديما حنا جالسين فامي ديما فامي الحمد لله، والله العظيم تحسبكم عائله جالس مع عائله انا ماشي ندير الخطابات نخطب هنايا فاتح مي. يبقى سيدي حملات
حملت ديك السيده، امرت باك الحاج القديمه، عرفت بان كاين الخطر. الحاج ولات يعطي اهميه للحامله بزاف. فين كنتي معاها؟ ومشينا للسبيطار، دوزنا على الدري قال راه مزيان. فين كنتي معاها؟ خرجتها هنا باش جبنا داك الدري ديال الشي ديال الولاده، جبنا واحد الكينه باش تحفظ الدري، تيخرجها معاه. فين كنتي بها؟ تتمشى. قال لي طيب خصك تخرج مرة تتمشى. خرج الحاج في البيكوب، تمشي بها جنب البحر، تتمشى ويجي هذيك تتعاود واحد صاحبتها. الحاج فين داها وفين مشاها وفين هذا وفين تعشى وفين داروا. الحاج تبدل شويه، كانت عنده امراه في الدار تيخرجها، كانت غادا عند امها ولا عند خواتاتها ولا غادي معها لشي سوق شي مره ولا كذا. الاخرى تيخرجها نوزها ولا تيتنزهوا وياها. الحاج ولات تقول لديك الصغيره، تقول لي وقاد داك الطربوش، حيد داك الجلابه ديال هذه، قاد الفيستا الاخرى مع برا داتها فيه اللي عندها هانيه خداتو. وهذا واحد المشكل كبير بغيت نقول. وغندير واحد الخرجه اخرى. شوف الله يرحم والديك، واحد طبيب نفساني قال واحد المره واحد الدراسه دارها، تيقول هو الله اعلم، قال انا قريتها، المراه ما داتهاش في الهندام ديال راجلها ما تتحبوش. المراه ما داتهاش في الهندام ديال راجلها ما تتحبوش. قال لك الراجل تيخرج قدام مرته تيدير لها هذه هكا هكا مثلا في ستاكو، تيخرج قدامها تيبقى يهضر معها. الا ما قالتهاش ليه وصوبتها ليه وبغيتي يتصوب ما تتحبوش. الله اعلم واش بصح ولا ماشي بصح. وهي الصالحه خص مرات ديها في الهندام ديال راجلها، ديها فيه من يبغي يخرج تهز في عينيها وتقول ليه هو صوب هذيك وحيد هذيك، شو ما جاتش معك حطها لك دير هذيك. ماشي راه كاين شي رجال تيخرجوا وقدام مرته خارج قبو عوج ولا دير شي حاجه يميك كاع ما تديها فيه. الكول ديال القميجه ديالها ولا ديالها تديهاش فيه. ولكن الله يحسن، هو كاين اللي قدامات ما كاش تديوها كاع حتى في شي حاجه كاع. انا عمري ما شفت با قالت لي امي صوب هذه ولا صوب هذه، تيهز بجلابته تيخشيها. وتا هو اللي كان قالت لي صوب هذه تقول سيد جلسي سيد جلسي اش دخلك انت؟ انت قاعد تصدر انت صوب شغلك. الناس كبار وكريم. انت هذه الحاجه مسكينه هذه كانت مع الشريف مع القزال كم تديها فيه، الاخرى ولا ديها فيه وما تخرجش معايا ديك الفيستا وما تخرجش معايا ديك القميجه وما تخرجش معايا بالصباطوكا. شافت ديك القديمه، شافت الراجل تبدل افكاره في الخروج ديالو في التعامل معاه هكذا، وبدا تيعطي اهميه للدري الصغير اللي غيتزاد ولا تيهضر عليه ولا كذا ودرنا عليه فعلنا ليه. يطلع عليه واحد الفكره جهنميه. كان الحاج كما تيقول تيخرج مع 4 الصباح تيمشي، ولكن اغلبيه ما تيجيش في العشيه. هو اش كان تيدير؟ كان تيدير السواق مثلا، تيمشي لهذا السوق تيشري بهيم وتيبات عند هما بعضياتهم تيتعرفوا، تيباتوا عند بعضياتهم الكسابه، تيبات عند فلان باش يصبحوا في السوق فلان فلاني، ويباتوا عند هذا يصبحوا في السوق فلان فلاني. اي بعض المرات تيمشي يومين، بعض المرات 3 ايام عاد تيجي السيمانه. تيضربوا مثلا سوق 2 سوق 4 سوق الحد، تيضربهم كاملين عاد تيدخل عنده البهيم في الطوموبيل. الا ما باعش في هذا السوق البهيم تيجيبهم معاه، ما تيجيبوش لدارهم، تيديهم عند داخلين يدخلوا عند دوك صحابهم عندهم فين يدخلوا بهيمهم. الصباح تيهزهم تيمشي السوق الاخر، يومين 3 ايام عاد تيجيو. هذا الشيء ديال الخدمه ديال الكسابه. بزاف الكسابه ما تيجيوش شكون السوق للدار، تيضربوا السواق، تيضربوا السواق، راه كان تيضربوا مثلا سيمانه عاد تيجيو. هي عارفه لي الوقت ديال اليومين، عارفه لي الاسواق ديال يمشي ويجي سواق القراب، عارفه لي السواق ديال تيضرب فيهم يومين، عارفه السواق اللي تيبقى 3 ايام. عزات واحد الوقت اللي فيه السوق غيبقى فيه 3 ايام، غادي يمشي مثلا مشى 2 3 ل 4 عاد غيجي، عرفات الوقت ديالو. اش درت؟ وجدات الماتيريال ديالها، فكرت باش نقتلها، والسيده حامله كرشها، والسيده حسب التصريح وحسب المواضيع وحسب مسطر ديال الضابطه القضائيه عندها 7 شهور في كرشها. وهزات لها واحد الوقت وغفرتها، وهزات واحد الشاقور وضربتها لراسها بالراكاسه طاف، عاودتها طاف اخرى صحيحه. ديك الطبيه هذيك الغليظه، قال كانت واحد المراه مقدره مرت السبايبي، كانت يجيب لها الكفته معاه من السوق تيطلع فيها بلا الداتاويه تغلاض ولا تصحيحه. هاتوما ديما دوك السبايبيه دوك الناس السواقه ديما تيجيبوا واحد القفه ديال السواقه فيها كاع داكشي اللي جاب من السوق. تعرفوا واحد الكلمه تيقولوها الناس، تيقول لك القفه ديال القراب، القفه ديال القراب. او شنو هي القفه ديال القراب؟ هاد القضيه ديال القراب، داك القراب اللي تيكون تيبيع الماء في السوق، كل واحد يعطيه حاجه، تفاحات 2 تفاحات ليمونه، هذا شويه الحلوى، ديك القفه ديال القراب مشهوره. هاد القفه ديال القراب تيجيب لها قفه القراب فيها كل شيء. القراب تعطيه السواق، ماشي كلشي تعطيه فلوس، واحد تعطيه 2 فنجات، واحد شويه كفته
هذاك تيتهلا فهم تيجي من السوق ويتغلط ليه غلط ولا صحيحه، وديك الصحه ديالها ويجبدها في ذاك الشاقول مع السيده ويتعطيها بوم قتلتها ضربتها راسها قتلتها وعراتها. اجبدت الدوزه اللي كانت مخبيه وهي تبدا تقطع فيها، قلعتها تما وقطعتها اطراف. الناس تعرفون ديك الجهه اللي كنتم تعرفوا هذه القصه هذه كلهم تعرفوها. وقتلت اطراف وهزت التليفون عيطت على واحد اختها قالت لها اجي عندي، وهي تي عندها اختها قالت لها اختها مجوجه عندها اولادها، دخلت قالت لها شوفي ما تغوتي ما ديري انت فضيت معاها. ابوي قالت لها واش غنديروا دابا؟ قالت لها ماشي شغلك صافي عاونيني سيري جيبي لي الميكات مع الحانوت جيبي لي كذا وجيبي لي كذا جيبي لي باش تجمعوها. مشات البنت جابت شي ميكات كبار، جابت لها واحد باكيه د الميكات حطتهم ليها وشدوا السيده قاعد خيطه اللي قسمات بوحدها شدتها وبقات تدير في هذا. واختها مسكينه جالسه تما تيقولوا بان اختها سخفت ودات لها الريحه وداك الشيء وقعدات اختها سخفات مشات داك الشيء وقعدت تقول لها زعمي معايا كوني برا كوني هذا كذا اجي تشوفي الذهب اللي شاريها اجي تشوفي هذه تشوفي هذه. قطعتها وشدتها ودارتها في الميكات وبدات فيما تخرج تتخرج معها صباح وعشيه والليل تخرج معها شي طرف ترمي في شي جهه وترجع وترمي في شي جهه وترمي في شي جهه وترمي في شي جهه شتات. ولا الاكتشاف وجمعت ديك الدار وجمعت الحوايج ديالها كاملين باليزه ديالها جمعتهم كاملين وقالت اختها دير هاد الحوايج عندك هزتهم داتهم عندها ما نخليو الطراس ديالها. حنا عارفه بغى يجي الاخر اش غنقول ليه. فين نهار جا الراجل جات هي واختها جالسه امهم جالسه اشو قالت المراه انا خرج ما لقيتهاش. ها انت تشوفها جيت تشوفها ها انت الماريو دات ليا ها انت شازت لي فرعت لي الباب شوف اش دات حوايجها. المراه هربت. كيفاش وقع؟ هربت ردات لي حوايجي دات حوايجها ديالها هي وشي دهيب عندها عطاتو لختها زعما تعرضت هي للسرقه. من ديك المراه اللي ماتت سرقتها هزت حوايجها هي وهزت لها حوايجها ودات لها ذهبها ودات لها فليسات كانت عندي هنايا ولا جبتي لي ولا جبتي لي حرام كذا كذا. والراجل داخ وكيفاش هاد المراه عندها 7 شهور فكر جا غتهرب ما يمكنش. الراجل داخ هما في ذاك الحوار والبوليس اكتشفوا الناس اكتشفوا واحد الطرف ديال الجثه في واحد الجهه. البوليس عرفوا ان كاين هاد الجثه عندها طرف اخرين وقضيه معكله والمراه هربات. السيد مشى للكوميساريه دار بحث لفائده العائله دار تصويرتها سيدي هذه المراه هربت ليها من الدار دات حوايجها وكذا كذا وجا في حالته. لكن السيد تبع تعطات ليه لافير وتعطات لواحد حريفي في لابيجي وراجل معروف. وتنشكر هاد الاخوان اللي عطاوني هاد المسطره وعطاوني حتى الناس اللي كنا خدامين معاه الناس اللي خدموا معاه. وكاين واحد باقي بالحياه وخرج كونترولور جينيرال ومعروف خرج مراقب عام ديال الشرطه خرج وقال لي سميتو عقا قاسم اللي خرج مراقب عام وباقي الان في الحياه. والسي عقا قاسم كان من الناس لي بيجيست الكبار وكان من الناس الباحثين الكبار اللي كانوا مع السي تباع لما كان السي تباع هو رئيس فرقه محاربه العصابات شاف لا بانك في الرباط قبل ما يولي شاف لا بيجي قبل ما يطلع هذيك الطلعه كبيره الحمد لله كان هو شاف لا بانك وكان معلم في لا بانك في الرباط في العاصمه. وكان مع هذا عقا قاسم كنا تنسمعوا فاش كنا خدامين ولكن كان حراي في هذا عقا قاسم. هذا خرج مراقب عام الله يطول صحته والله يعمره. وانا قلت بعد الاحداث قلته وعيطوا لي ناس بوليس كبار اخرهم سي مؤدب وعيط لي اللي هو كان والي ديال الدار البيضاء الكبرى وعيط لي واحد القصه ديال السباغ ذكرته هو اللي خرجها وعيط لي وبقى يضحك معايا وقال لي انا ماشي مؤدب انا ماشي مؤدب انا عبد اللطيف مؤدب انا عبد اللطيف مؤدب ماشي مؤدب. قال لي علاش تضحك قلت لي مؤدب قلت لي لا انت انا سنسميك عبد اللطيف مؤدب لانك مؤدب ماشي مؤدب اللي تيأدب. وبقيت نضحكوا عليها وقال لي هي ديك القضيه راه قلت فيها انا وكذا وكذا وكان معايا السي الملكي وهذا وهذا وهذا. هادو حجاج باغي تنعطيهم للناس اللي تيقولوا تيدير قصص من الخيال تنقول هاد الناس اللي داروا هاد الشيء هذا قصص ماشي ديالي انا خدمت فيهم اللي خدمت فيهم تنقول خدمت فيهم اللي ما خدمتش فيهم تنذكر الناس يخدموهم باش ما يبقاش انا زعما انا هو شي حاجه درتها ولا كولومبو. وكان مع هاد السي عقا قاسم وهاد عقا قاسم هو والسي تباع خدموا بجوج هاد لافير وخدموها وطلعوها. نقول لكم كيفاش طلعوها. جاء من هذاك لقوا داك الجسد تيقلبوا بداو تيقلبوا شكون اللي شي مراه ديسباري من شي عائله ديسباري تلقاو لا بلانت ديال الكساد ديال بلانت في واحد الدائره اللي تحالت على الشرطه القضائيه. الشرطه القضائيه شافت بان واحد المراه ديسباري مراه
مشات رجلها تيقول مرا مشات ليا كذا كذا، استدعوا الراجل جابوا الراجل قال له ودي مشات مرات فوقاش، قال له ما ودي 3 ايام باش مشيت للسوق، مرات كي دايره كذا كذا، تقرا لا شفتيها؟ قال لي شوفها. ما كملوش هما البحث عن الطرف الاخرين، كم لقاو شي طرف ما كملوش المراه كلها، لقاو غير شي طرف ديالها مزورطين هنا وهنا، لقاو الناس جمعوا لي غير داكشي اللي قدامه، قال لي شوف انت واش تقد تكون مراتك؟ قال لي مدي حسب يديها، وهذا الرجل انا تنقول هذه هي مراتي، هذه هي مراتي، هي سيدي فيها واحد الاماره سمحوا لي كذا كذا. شك واحد 80% 100 كما قال لي السيد 80% شكوا بانها هي مراته حسب الطلع ديالو، حسب الطرفه اللي لقاو وتيبينوا ليه وتيثبتوه وكذا. تيبين هنا شكون باش مجوج كذا كذا كذا، مشاو جابوا الدره تقول ما سيدي انا كنت تما، مشيت لدار اختي، من جيت لدار اختي لقيتها مشات في حالها، تخاصمتي معها لا، كنتي معها لا، بدا السيد تبع تيبحث معها، الله يرحمه هو السياقه قسم، وتيبحثوا مع ديك السيده وتيبحثوا على الوقت ديالها والهضره ديالها والكلام ديالها، وهما يدوزوا التليفون ديالها، قلبوا التليفون ديالها ولقاو شي 3 ديال لي زابيل في واحد الوقت متابعين، عيطات بهم هي على اختها او معها بالحجه والبيان، وهي تبغى تغطي مع ان جمعات الدار وصوبات وسرقات ودارت وفعلت ودارت داك الافعال كاملين، وبقاو معها الحجه ديال التليفون، والبحث كان دقيق على التليفون وكاين على البرنامج ديالها. فمشى راجلك فقتي اش درتي، ناستي النهار الثاني فقتي اش درتي كذا، جات اختك اش درتو، فين جلستو اش كنت، وكان تتبع داهيه في البحث المباشر. تعرفوا حنايا كنا تنوحلوا في شي افير، باش كنت خدام معاه في الرباط، خدمنا في كنيطره، كان انت نوحلوا في شي بحث يدخل، الله يرحمه كان تيدير واحد الكاروه كيشعلو وتيبقى يتصنت الحوار ديالنا مع داك السيد، ولكن ملي تيدخل هو تيدخل بشي حاجه تكون ايجابيه تطلع لنا لافير. وانا تنعتز بهاد الناس هادو اللي علمونا الشرطه القضائيه وعلمونا الخدمه، هما اللي علمونا الخدمه اللي دوزناها الاخوان ديالنا من بعد منا الحمد لله. وطلع سي تبع اعترف فيه بكل شيء، كيفاش قتلات، الحوايج ديال المراه كيفاش عراتها، الحوايج شداتهم بدات غطاو ودارهم في الصابون ديال الدم صبنوهم، داب ليه الزات، شنو درت قالت لهم في الاخر انا ما بغيتاش تولد، وانا درت مجهودي باش تطلق منه، انا ما خليت لا طلبه ولا شوافات غير باش يكرهها، ولكن هي سحاره اكثر مني وتدير وتفعل كذا 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 كذا. تيقولوا في البحث لما جابوا الجثه كلها جمعوها البوليس وراتهم راسها فين رماتها هنا وهنا وجمعوها كامله، تلقى كرشها فيها عده ضربات بالسكين، اي كانت تقتل الجنين، ما قداش تقتل المو يصحاب لها هو غيبقى حي الدري، لان ام انت تموت ما في بطنها يموت اوتوماتيكمون. وبقات تضرب وقالت شنو هاد الضربه، شنو هادي هادو ضربات ديالها، ويقولوا لها في التصاور دوك الضربات في الكرش، تقول لهم ضربتها تما باش الدري يموت. الحاج داتو كله، الحاج ما خلت لي والو انا، لو ان الحاج داتو كله كان يجري عليك يطلقك، ولكن الحاج كان ولد الناس، ما ولدتيش وجاب وحده تتولد وخلاك حداه، قفتك انت وقفتها هي اللي ما بغاتش داك الحق النسوي وداك الحقد والبغض اللي خلاها جعلها باش دير جريمه وتزرف معاها. هذيك خدتها بولادها براجلها، وراجل بختها لما جا قال لك لا يفقهوا شيئا ولا يعرفوا شيئا، من دخلوا عليه البوس بقات يهزوا الحوايج، بقات يدور في عينه ديالها شكون مالكم اش وقع، تي مالكه تعاود ليا. اختها ولات مرطه معاها بالجريمه، ما قتلاتش ولكن ساعدات حتى هي، هزات حتى هي طروفات اللحم وداتهم فرقاتهم معاها ومشات معاها الوقت اللي كانت غادا تفرق هنا وهنا وهنا وهنا، متورطه معاها بالجريمه، هي مساهمه ومشاركه بالجريمه. خداو بجوج عقوبه ديال المؤبد هي وياها، وكانت خصها تاخذ الاعدام لان قتلوا جوج ارواح، قتلوا هذيك واللي في كرشها. كون كان عندها غير شي سبب تقولوا، وكان عندك انت كون عندها ولادها تقول اش غتزوج عليا وانت ما والداش ما ولدتيش، ما كاتب الله ما ولدتيش. والراجل قال لك كيما قال بغى يضرب عليك تماره، بغى يضرب تماره، بغى يضرب على ولادو يشوفوا قدامه، بغى شي واحد يورثو ويهز سميتو، الله يحسن هو قلتي ما ولدتيش، ولكن ما حرمكش، خلاك في دارك وخلاك انت هي مولات الهضره والكلام. وديك السيده اللي خداها مسكينه بنت صغيره بغات تشوف الحياه، الا خرجها ما فيها باس، شحال دوزتي معها انت ولا جاب لها ما فيها باس. شوف هاد السيده في ادى بها فكرها وعقلها
كون غير دات جريمه بوحدها كاع ما تجيب لك اختها بولادها وتمشي للحبس بوحدها، هي صيده حتى اختها معاها مشات مسكينه، ديك المسكينه مشات ضحيه، ديك السيده هذيك ضحيه مشات، والحاج مشى ضحيه. اش غيدير الحاج دابا؟ غيتزوج مرة اخرى؟ يخمم مسكين في الثمن يبقى في دارو ودوك الدمايات، يرحل مسكين على الله اش وقع به. ما بغيتش نقول اش وقع به دابا، ما بغيتش نقولها، ما بغيتش نقول حتى ما عرفتش اش وقع ليه من بعد. ما سولتش الحاج فينا هو دابا، صافي مسكين هو ما دخلش في هذه لافير هذه، وقع عليه الواقع، ولكن هو ليس مجرم، ماشي مجرم، هو مسكين ضحيه ديال واحد المراه، واحد الحلوفه ما صالحه والو. شوف اش درت. نتمنى من الله هذه الرساله توصل، نتمنى من الله تكون هذه الحلقه هذه، وان شاء الله نديروا عليها واحد اللايف باش نزيدوا نوضحوا للناس اكثر بعض الحوايج اللي بغاو نوضحوهم لهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.